مساء الخير. غريغ أبت حاكم ولاية تكساس أصدر قانون يعتبر فيه منظمة الإخوان المسلمين ومنظمة منظمة كير اللي هي اختصار ل Council on American Islamic Relations، واللي هي منظمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعرف نفسها على أنها منظمة حقوقية ترعى حقوق المسلمين وقضاياهم في أمريكا. لكن لا يخفى على أحد أنه هاي المنظمة الحقوقية إلها علاقات قوية جدا، وهي جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية. الآن الحاكم ولاية تكساس بهذا القانون أنه اعتبر منظمة الإخوان المسلمين ومنظمة كير على أنهم منظمات إرهابية، هذا يمنع التعامل معهم بأي شكل من الأشكال أو أنهم يتملكوا. القضية بلشت تأخذ منحنى ثاني لما منظمة كير وبعض المنظمات الإسلامية في تكساس قرروا يبنوا مدينة متكاملة في أحد ضواحي دالاس، ويمنع على أي شخص غير مسلم أنه يكون جزء من هاي المدينة أو أنه يتملك فيها بيت. وبالتالي بلشت الحركات ضد بناء هذه المدينة باعتبارها عنصرية، وأيضا ما بصيرش أنهم يمنعوا حد يشتري بيوت في هاي المنطقة إلا إذا كان مسلم، لأنه لو صار هذا الإشي بحي من أحياء أمريكا أكيد راح المسلمين والمنظمات الإسلامية تعترض وتمنع هذا الشيء. الآن بعد هذا القانون، هل يحق لحاكم الولاية أنه يعتبر منظمة معينة منظمة إرهابية؟ الصراحة أنا عملت شوية بحث وبرضه سمعت من الأخ ماكس فرحت اتأكدت، ويس الجهة الوحيدة اللي مخولة بهذا الشيء اللي هي الفيدرال جفرمنت، اللي هي اليو اس سكرتري اوف ستيت. سو هذا القانون ما راح يطول، اكيد راح منظمة كير وعندهم فلوس كثير وسلطاتهم كبيرة، راح يرفعوا نقد ويحاولوا يجاروه في المحاكم، وغالبا راح يسقط. لكن في ضغط من بعض الدول العربية، مصر، الأردن، اللي هي اوريدي اعتبرت منظمة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، انهم ميبي يحاولوا يتصلوا مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية ويصدر قرار من US Secretary of State باعتبارهم منظمات إرهابية. وإذا تم هذا الشيء أكيد راح يتم تطبيقه في كل الولايات. رأيكم بالتعليقات عن هذا الموضوع وبناء مدينة إسلامية كاملة داخل تكساس وقرار الحاكم، وهل تتوقعوا في المستقبل أنه أمريكا والحكومة الفيدرالية الأمريكية تصدر مثل هيك قرار؟ يا ريت تشاركونا. رياض الوادي معكم من سان لويس ميزوري، وبليز فولو شير لايك اند كومنت، وتسلموا لي.